أهلا بيكم يا أبطال مرة تانية في قناة فهمناكو. ده بقى الجزء التاني الأخير من المراجعة النهائية بتاعتنا. في الجزء اللي فات عرفنا إزاي نسجل القيود، تمام؟ النهاردة بقى هنعرف السؤال الأهم، إحنا كسبنا ولا خسرنا؟ وهندخل في أخطر جزء في المنهج كله، وركزوا معايا قوي: قيود الإقفال ومحاسبة المحلات التجارية. يلا بينا. طيب عشان نعرف بجد احنا كسبنا ولا لأ، في مبدأ أساسي قوي في المحاسبة لازم نمشي عليه، اسمه مبدأ المقابلة. يعني إيه الكلام ده؟ ببساطة شديدة، لازم نقابل إيرادات السنة دي بالمصروفات اللي اتصرفت عشان تجيب الإيرادات دي. منطقي صح؟ يعني ما ينفعش أسجل إيراد جالي السنة دي والمصروف بتاعه أروح أسجله السنة الجاية. لأ طبعا، كده الحسابات هتبوظ خالص والنتيجة هتبقى غلط. فخلوا بالكم، المبدأ ده هو الأساس لكل اللي هنعمله دلوقتي. تمام قوي. أول وأسهل طريقة نعرف بيها نتيجة شغلنا هي قائمة الدخل. وخلينا نبدأ بالشركات الخدمية اللي هي بتقدم خدمة مش بتبيع منتج. الموضوع بسيط خالص، معادلة مباشرة جدا: الإيرادات اللي جات لنا ناقص المصروفات اللي صرفناها. بس كده. الرقم اللي هيطلع لو بالموجب يبقى مبروك صافي ربح، لو بالسالب يبقى لا قدر الله صافي خسارة. حلوة جدا. بعد ما عرفنا نتيجة السنة لازم نعمل عملية مهمة وخطيرة في آخر كل سنة اسمها الإقفال. بصوا، الفكرة كلها إن حسابات الشركة نوعين: في حسابات دائمة زي الأصول والخصوم، دي عاملة زي بطاقتك الشخصية مكملة معاك من سنة للتانية، رصيبها بيترحل. وفي بقى حسابات مؤقتة زي الإيرادات والمصروفات، دي خاصة بالسنة دي بس، عاملة زي عداد بيعد نتيجتك السنة دي، وفي آخر السنة لازم نصفر العداد ده عشان نبدأ السنة الجديدة على نظافة ونحسب من أول وجديد. العملية دي بقى ليها 4 خطوات بالترتيب، ودول يتحفظوا صم عشان سؤالهم مضمون في الامتحان. ركزوا معايا. أول خطوة: نقفل الإيرادات، هي طبيعتها داين، عشان نقفلها نخليها مدين معكسها يعني. تاني خطوة: نقفل المصروفات، هي طبيعتها مدين، يبقى عشان نقفلها نخليها داين. تالت خطوة: الفرق ما بينهم اللي هو ربح أو خسارة بنرميه فين؟ بنقفله في رأس المال، يا يزوده يا ينقصه. والخطوة الرابعة والأخيرة: نقفل المسحوبات، ودي برضو بتتقفل في رأس المال وبتنقصه. 4 خطوات بالترتيب، سهلين اهو. ودلوقتي خلينا نعمل نقلة كبيرة قوي. احنا كده خلصنا كلام عن الشركات الخدمية البسيطة، هندخل بقى في عالم تاني خالص: الشركات التجارية. ايه الفرق الجوهري؟ الشركة الخدمية زي ما قلنا بتقدم خدمة، لكن الشركة التجارية زي أي محل أو سوبر ماركت بتعمل ايه؟ بتشتري بضاعة عشان ترجع تبيعها وتكسب في فرق السعر. وبسبب ده هيظهر معانا حسابات جديدة ومهمة جدا ما كانتش موجودة قبل كده، زي حساب المخزون وحساب تكلفة البضاعة المباعة. طيب سؤال مهم، المحل التجاري ده بيعرف إزاي قيمة البضاعة اللي عنده في المخزن؟ في طريقتين أو نظامين. الأول اسمه الجرد الدوري، وده من اسمه بنعمله بشكل دوري، يعني بنستنى لآخر السنة ونقفل المحل وننزل المخزن نعد البضاعة اللي باقية بإيدينا. أما النظام التاني وده الأحدث والأدق اسمه الجرد المستمر. هنا بقى السيستم بيسجل كل حاجة لحظة بلحظة. اشترينا بضاعة الحساب بيتحدث، بعنا حتى الحساب بيتحدث، كل حاجة أوتوماتيك. طيب مادام بنتكلم عن بيع وشراء يبقى لازم نعرف القيود الأساسية دي. لو اشترينا بضاعة ولسه هندفع بعدين، يعني على الحساب، القيد بيبقى إيه؟ من حساب المشتريات إلى حساب الدائنون. طيب لو بعنا بضاعة والعميل هيدفع لنا بعدين، القيد بيتعكس، بيبقى من حساب المدينون إلى حساب المبيعات. وطبعا لو العملية كانت كاش، يعني دفعنا فلوس أو أخدنا فلوس في وقتها، بنستخدم حساب النقدية بدل الدائنون أو المدينون. أكيد بيحصل إن بضاعة بترجع، يا إما عميل يرجع لنا حاجة يا إما إحنا نرجع حاجة للمورد بتاعنا. ركزوا في دي عشان بتلخبط. لما عميل يرجع لنا بضاعة دي بنسميها مردودات مبيعات، ودي طبيعتها مدينة. ليه؟ لأنها عكس المبيعات، بتقلل إيرادي. طيب لو إحنا اللي رجعنا بضاعة اشتريناها، دي اسمها مردودات مشتريات، ودي طبيعتها دائنة. ليه؟ لأنها عكس المشتريات، بتقلل مصاريف. ندخل على الخصومات، وأول نوع هو الخصم التجاري، ده اللي بنسميه خصم الفصال. يعني الحاجة مكتوب عليها 100 جنيه بس انت شاطر وأخدتها ب90. احنا كمحاسبين يهمنا ايه؟ يهمنا ال90 اللي اتدفعت، ال10 جنيه الفرق دي ولا كأننا شفناها. يعني بنسجل العملية بالسعر الصافي اللي اتفقنا عليه وخلاص. الخلاصة: الخصم التجاري لا يسجل في الدفاتر أبداً. النوع التاني بقى، وده المهم واللي بيظهر في الدفاتر، هو الخصم النقدي. هدفه إيه؟ أشجع العميل يدفع بدري. يعني البائع بيقول للمشتري: بص، الفاتورة دي لو سددتها في خلال 10 أيام هتاخد خصم 2%، لو لأ يبقى قدامك 30 يوم تدفع المبلغ كامل. الشرط ده بيتكتب كده: 2 على 10 صافي 30. لو أنا المشتري وأخدت الخصم ده بالنسبة لي مكسب، فبسميه خصم مكتسب.
لو أنا البائع اللي اديت الخصم ده بالنسبة لي خسارة، فبسميه خصم مسموح بيه. يبقى هنا الموضوع ليه احتمالين، مفيش تالت. الاحتمال الأول، العميل كان شاطر وسدد بدري في فترة الخصم. في الحالة دي هو هيستفيد بالخصم، فهيسجله عنده خصم مكتسب وده يعتبر إيراد، والبائع هيسجله عنده خصم مسموح بيه وده يعتبر مصروف. الاحتمال التاني، العميل طنش ومسددش في المهلة. هنا خلاص مفيش خصم، هيدفع الفاتورة كاملة ومحدش فيهم هيسجل أي حاجة ليها علاقة بالخصم. الشريحة دي بقى هي خلاصة الخلاصة وأهم المعادلات اللي لازم تدخلوا الامتحان حافظينها زي اسمكم. عشان نوصل للأرقام النهائية الصح لازم الأول نصفي الحسابات. بنحسب صافي المبيعات اللي هو المبيعات كلها ونشيل منها المردودات والخصم. وبنفس الطريقة بنحسب صافي المشتريات. بعد ما نجيب الصافي ده ندخل على أهم معادلة في المحاسبة التجارية كلها، تكلفة البضاعة المباعة، ودي بتقول لنا البضاعة اللي بعناها دي كانت واقفة علينا بكام. وأخيراً وصلنا للخطوة الأخيرة عشان نعرف كسبنا كام بالظبط. لما نطرح تكلفة البضاعة اللي بعناها من صافي المبيعات اللي حققناها بيطلع لنا رقم مهم قوي اسمه مجمل الربح. ده ربحنا من عملية البيع والشراء بس. هل ده كل الربح؟ لا طبعاً، لسه هنشيل منه باقي المصاريف التانية اللي هي مصاريف التشغيل زي الإيجار والمرتبات والكهرباء. بعد ما نطرح المصاريف دي بنوصل للرقم النهائي، صافي الربح. وبكده نكون فرمنا منهج المحاسبة بالكامل. ذاكروا الفيديوهين دول كويس قوي، والأهم حلوا تمارين بإيديكوا، لازم الإيد تشتغل. كل التوفيق في الامتحان يا أبطال، ومستنية ترجعوا تبشروني بالنتيجة في التعليقات. سلام.